السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بالجديد والمفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان تطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع تطبيق جديد هو اسمه مالوار بيت موبايل سيكيورتي. التطبيق ده مساحته 31 ميجا، محمله اكتر من 10 مليون شخص. التطبيق ده خاص بالانتي فيروس اللي هو بيشيل لك كل البرامج وكل التطبيقات وكل المواقع اللي انت بتصفحها اللي بيكون فيها فيروسات او اي لينكات بتتبعت لك وانت بتدخل عليها. بيكون التطبيق ده قادر ان هو يعرفك ان الحاجات دي فيها فيروسات والحاجات دي فيها اختراقات للجهاز بتاعتك والخصوصيات بتاعتك، وان جهازك كده معرض لخطر، وان يجب ان انت تمسح البرامج او التطبيقات او اللينك اللي انت لسه داخل عليه او الحاجات دي، او اي مشكلة حصلت في الموبايل بتاعك بيقدر ان هو يديك اشارة او تنبيه على طول ان انت تشيل المواقع دي او الاخبار دي او التطبيقات دي. من لو برضو حملت تطبيق او شفت تطبيق عجبك او كده ونزلته، في تطبيقات بتكون يعني بيكون الغرض منها ان هو فيروس للجهاز. يعني بيكون التطبيق مثلا تواصل اجتماعي او تطبيق اي حاجة ممكن الانسان بيكون محتاجها في حياته. بعد ما بيتحمل التطبيق ما بيلاقيش الحاجة دي، وبتكون هي اصلا مواقع تطبيقات بيكون الغرض منها ان هي سرقة البيانات من اي شخص يعني محمل التطبيق. بيسرق كل البيانات بتاعته والداتا، ولو ليه اي حسابات على البنك او ليه محافظ الكترونيه بيسرق منه الحسابات والفلوس بتاعته كلها. فالتطبيق ده بيقدر ان هو يمسح لك، ويقدر ان هو يحافظ لك على الجهاز، ويقدر ان هو يخلي لك جهازك سلس ومرن وما فيهوش اي صعوبات ولا تعقدات، ولا الجهاز بتاعك يتقل ولا بيسخن ولا الحاجات دي كلها، علشان في فيروسات او علشان في حد داخل على الموبايل بتاعك بيحاول ان هو يسرق الداتا اللي عندك. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو باللغة الانجليزية، بالاضافة لان التطبيق بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح التطبيق بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب في الكومنت لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.